مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي. لو أن إنسانا وقع في معصية فنوصح فقال هذا قضاء الله وقدره، هذا الاحتجاج باطل. فهذا المحتج بالقدر يقال له أن الجواب على احتجاجك من وجهين. الوجه الأول أن يقال له هل كنت تعلم أنك ستقع في هذه المعصية قبل أن تقع فيها؟ قال لا. قلنا لما افترضت أن الله قدر عليك أن تقع فيها ولم تفترض أنه قدر عليك ألا تقع فيها، فتعمل بما لم يقدره الله عز وجل. ثم أيضا يحتج عليه بوجه آخر، هم لا يحتجون على هذا إلا في المعاصي. تقول له تعال صلي، يقول لك الله ما قدر لي أن أصلي. ثم إذا جاع ذهب وأكل، تقول له لماذا تأكل؟ والله عز وجل لم يقدر لك أن تأكل، افترض أن الله لم يقدر. يقول لا، أنا أعمل بالأسباب ولا بد أني ما أسلم للقدر وأحتج به. قلنا له في الصلاة كذلك لا تحتج بالقدر. أما من السمع فهذه شبهة المشركين، فإن المشركين قالوا فإن الله عز وجل قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فدل على أن قولهم ليسوا بحجة، فهم احتجوا بالقدر، قالوا أن الله عز وجل قدر ألا نؤمن، فلم يقبل الله عز وجل حجتهم وعذبهم عليها. استدل بعضهم بحديث آدم وموسى، وذلك أن موسى قد لام آدم وقال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أتلومني على أمر قد قدره الله عليه قبل أن أخلق ب40 سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وجه ذلك أن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية. موسى لم يلم آدم على أكل الشجرة، أنت ما قال له أكلت الشجرة، قال له أنت أخرجتنا من الجنة. فآدم قال إخراجي من الجنة قضاء الله عز وجل وقدره، ليس لي فيه يد فلا يصح أن تلومني عليه. وهذا هنا صحيح. فالاحتجاج بالقدر على الآثار والمصائب جائز. فلو أن إنسانا حصلت له مصيبة معينة فقال هذا بقضاء الله وقدره فهذا صحيح. الوجه الآخر أن يقال أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي إذا تاب منها العبد. فإذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب وجاء من يلومه عليه يقول والله هذا الذنب قد قدره الله عليك ثم تبت منه، فليس لك أن تلومني عليه.